منظمات التسريحة من اكتر الحاجات اللي بتطلب مني. عايزة اقولك ان انتي النهاردة بازازة الكلور وبكل الازايز اللي شبه ازازة الكلور البلاستيك دي تقدري تعملي منظمات للتسريحة، وكمان ليها اكتر من استخدام. زي ما انتوا شفتوا انا جبت ازازة الكلور وقصيتها، وبعد كده جبت قماش الدك وبدأت اعمل البطانة. طريقة البطانة دي سهلة جدا وبسيطة وكلنا نقدر نعملها. وبعد كده جبت الكوستر الحصيرة، خدت منه قطعة بسيطة جدا. عايزة اقول لكم ان حرفيا المنظم ده مش هيكلفني اي حاجة، خطواته سهلة وبسيطة، وكمان تكلفته قليله جدا، تكلفته رمزيه. حبيت ان انا بقى اخلي القاعده شكلها شيك كده، ما حبيتش ان انا اغلفها بقماش الدك. جبت حبل الخيش ال 4 مللي وبدات اعمل زي كوستر صغير كده اغلف بيه القاعده من الخارج. وهنعمل كمان نفس الخطوه دي في القاعده من الداخل، بس هنشتغلها على قماش جوخ او اي قطعه قماش موجوده عندك. هنعمل زي كوستر صغير كده، وبعد كده هنيجي هنثبته في القاعده من الداخل. شكله امور جدا، وتقدري تعملي منه اكتر من حجم باكتر بقى من فوارغ باحجام بقى مختلفه، يعني فوارغ الجبنه، فوارغ الشاور، فوارغ الكلور، زي ما تحب الفوارغ اللي متوفره عندك. حبيت ان انا بقى اديها شكل جمالي. جبت الشريط ده وثبته بالشكل اللي انتوا شايفينه، وبعد كده هجيب شريط الفرنشه وهثبته على الاطار من فوق. شايفين بقى جمال اكتر من كده؟ طريقتها سهله وبسيطه، وزي ما قلت لكم تكلفتها تكلفه رمزيه جدا. ما تنسوش تكتبوا لي رايكم وسيف وشير، ولو اول مره طبعا بتشوفي ريل ليا تعملي متابعه.